السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناتي وتحسنا في فيديو جديد. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الحلوه اللي هي كل شيء كيبغيها الصغير والكبير، معشوقة الجماهير، اللي هي حلوه ديال البوق. ان شاء الله غنحتاجوا لهاد الحلوه البوق هذه. انا في نفس الوقت غنعطيكم المقادير وفي نفس الوقت غادي نخدم ان شاء الله. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده من اصل حيواني اللي غادي نخليوها تكون دايبه على درجه حراره المطبخ كيف كتشوفوا، تكون لينه. درت معاها واحد شويه ديال الملحه ضروري، وواحد الكاس ديال الزيت، وعندي هنا ساشي ديال الفاني. بسم الله على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. انا غادي نبدا معاك هذيك الزبده، انت كيف كتشوفوا راها غير معكتها بزربه، بدات يعني لينه، كتعاون دغيا كتذوب. الا درتيها بيدك بحال هكا بالزربه كتعجن. هنايا الزبده كتبقى على حسب الاختيار، ممكن ديروا ديال العلاب او ممكن ديروا المارغرين اللي متوفر عندكم. وهنايا ملي كنديروا المارغرين راه الزيت ما كتكونش غير نص كاس، تيكون عندنا اكثر من نص كاس. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، لان هنا علاش انا درت نص كاس ديال الزيت، لان هنا الزبده من اصل حيواني، والزبده من اصل حيواني كتكون ميدمه، يعني ما خصناش ندخلوا ليها ليدم بزاف. عندي هنايا معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان اللي كتعطيها حتى هي واحد اللذه اللي هي زوينه 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 بزاف. غنبداو نمعكو مزيان ونخلطو مزيان. نتوما كيف كتشوفوا القوام كيجي كريمي. نبقاو نخلطو هذيك القهوه مزيان مع الخليط ديالنا، ومن بعد هنايا غادي ندير واحد زوج ديال البيضات. كل شيء هنا درجه حراره المطبخ، ما كايناش شي حاجه اللي درناها من الثلاجه، كل شيء نجبدوه من قبل. ونخلط الخليط ديالي مزيان مزيان. نتوما كيف كتشوفوا كيجي كريمي. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الكوك. هنا حمرت الكوك وطحنته، وندير منه جوج معالق كبار لانه حتى هو كيعطي واحد النسمه اللي هي زوينه زوينه بزاف. دائما هنا انا كنشري الكوك كنحمرو ونطحنو وكنخليه في واحد القريعه ديال الدجاج، الوقت اللي بغيتو كنجبدو كنخدم به. هنا كتجينا الطريقه سهله، يعني في اي وقت غادي تبغيه غادي تلقاه عندك موجود. انا نبدا هنا معاك مزيان كيف كتشوفوا الخليط كيفاش كيجي. وعندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال المايزينا او نشا الذره، كيعطيها واحد الخفه، كتجي مهويه من الداخل. ونبداو نخلطو مزيان. وعندي هنايا الطحين. هنايا انا هاد القوام، هاد المقادير هادو خداو ليا 600 غرام ديال الطحين. وهنايا الطحين حاولوا ما امكن انكم ديروا الطحين وتقيسوا، يعني ما ديروش الطحين في خطره واحده، لان كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. غندير الطحين وانا كنخدم بالنسبه لي انا ناخذه ليا 600 غرام على حسب كيف ما قلت لكم. الطحين عندي هنايا زوج ساشيات ديال خميره الحلويات من وزن 7 غرام او 8 غرام، اللي متوفر عندكم ممكن ديروه. هنا نبداو كيف ما قلت لكم نخلطوا، وحنا كنقيسوا باش ما تجيناش العجينه قاصحه، لان هاد الحلوه ديال البوق هذه معروفه العجينه ديالها كتكون رطبه. كيف كتشوفوها نتوما مني ساليت دخلت العجين القياس اللي عندي، انتما كيف كتشوفوا كتكون رطبه. انا عندي هاد البوق هذا اللي شويه عريض من السنينات ديالو. ممكن نتوما ديروا اي بوق عندكم، ممكن ديروه يكون رقيق يكون هكا عريض شويه اللي عندكم. انا خديت اللاطه فرشت ليه هذاك السيلبات، ماشي ضروري يكون عندكم هذاك السيلبات، انا عندي راني كنخدم به. ممكن تفرشوا ورق ديال الزبده، وممكن تدهنوا اللاطه مزيان مزيان بالزيت وتخدموا بها مباشره. هنايا كنبدا نشد هنايا شويه ديال العجينه، ما نكثروش العجينه بزاف وما نقلوهاش بزاف، ونبدا نضغط على هذاك البوق. انتما ملي كتكون العجينه رطبه بالزربه كتخرج لينا هذيك الحلوه بالزربه. البوق كيساعدك، شفتوا؟ نبدا نخرج الحلوه من البوق ونضغط بحال هكا نتوما كيف كتشوفوا. ودائما نزيدوا العجينه في البوق. انتما كنخرجوا العجينه ونبركوا في الاخر بحال هكا، نقطعوا بحال كنقطعوا.
على هاد الطريقه هذه كيف كتشوفوا. ومره مره نقيو هذاك الراس ديال البوق باش ما يخرجش لينا الشناتف ديال الحلوه ديال العجينه. هانتوما كيف كتشوفوا نضغط ونوريك. هنا كيبقى القياس على حسب اللي بغيتو، اما بغيتوها شويه طويله بغيتوها شويه قصيره على حسب. انا درت هنا ما طويلاش بزاف وماشي قصيره بزاف بين وبين. وهنا من بعد ما كملت الحلوه كلها ونحاولوا نجمعوها من الجناب باش ما تجيناش من دايره، نجمعوها من الجناب. انايا كيف كتشوفوا ساليت، انا دخلتها للفران شعلته من التحت حتى تحمرت من التحت وشعلت عليها من الفوق، وهي هذه النتيجه كيف كتشوفوا قدامكم. كتجي محمره وواحد اللون كيعطيها واحد اللون يا سلام. ومني كتكون كطيب واحد الريحه ما نقولش لكم، ريحه اللي هي كتشهي. هنايا خديت الشكلاط، انا كنخدم بالشكلاط اونغوباج. عندكم الشكلاط كالا خدموا به، اي نوع ديال الشكلاط عندكم ممكن تستعملوه ماشي شرط. انا عندي اونغوباج خدمت به كيجيني مزيان في الخدمه وتيعجبني. هنايا كنشد هذيك الحلوه ديال البوق ديالي وكنغطس ليها دوك الجنيبات ديالها بالشكلاط. ممكن ديروا غير جنب واحد، المهم هنا كيبقى على حسب نتوما واللي بغيتو. تقدروا ديروا الشكلاط غير في جهه واحده، تقدروا ديروا في جوج جوايه، تقدروا ديروا ديروا وحده مع وحده وتغطسوا جوجات مقادين في الشكلاط. المهم هنا كيبقى لكم الاختيار. القاعده هي ان العجينه يكونوا فيها دوك المقادير. وكيف كتشوفوا انا كنحط فيما كنغطس الجنيبات ديالها بالشكلاط كنحطهم اما فرشو كيس بلاستيكي او لا سلفيغيزي اللي عندكم موجود ممكن ديروه. ونبقى نغطس في الشكلاط حتى نسالي اخر وحده عندي. انا الشكلاط ما ضفت ليه حتى شي اضافه، غير ذوبته وبديت كنخدم به مباشره. وفين ما يبرد لينا الشكلاط كنمشيو نبداو نسخنوه شويه في الباماغي حمام مريم ونعاودو نزيدو نخدمو به تاني. هي الخدمه ديال الشكلاط في البرد كتكون زوينه بزاف، احسن من الصيف. الصيف كي تعذب خدمه ديال الشكلاط ما كينشفش دغيا ماشي بحال البرد. وكيف كتشوفوا هي هذه النتيجه ديال الحلوه ديال البوق كيجي هائل. نتوما كتشوفوا المنظر راه هو كيهضر على نفسه. كتجي زوينه بزاف، لا شكلا ولا مذاقا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله وتعجبكم. جربوها اكيد غادا تعجبكم. انتما كيف كتشوفوا كتجي محمره وزوينه ومقرمشه. القرمشه يا سلام، واحد القرمشه فيها ما نقولش لكم. وحتى اللذه كتجي لذيذه. كيف كتشوفوا كلها كتجي لون واحد، كلها مذهبه، اللون ديالها ذهبي وزوين. نقسم معكم هنا واحد الوحيده باش تشوفوها. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي محمره حتى من الداخل، كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وكيف ما العاده ما تنسوناش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله.